لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1032 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بين وخزمتان بما بس رزامند رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. والخوش بسنا هلا سياقي وآتاني كوا خوي قوري باز لدور وكاندك لسورة توبة كسورة فاضحة دفرمي منافق كان حذريان هي كوا آيات دا بزيد لبوتو يا رسول الله كتيدا باز لوش تانب كاكلنا ضلي منافق كان هي إتر رب العالمين ببيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم بيان بلا استهزئوا تي استهزاب كان إن الله مخرج ما تحذرون بيقمان الله تعالى أويك أنقو حذرتان ليه خواهي قول بدياري ديخي. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي يخشى المنافقون أن ينزل الله عز وجل في شأنهم سورة تخبرهم بما يخفونه في قلوبهم من الكفر والنفاق فيعلم المؤمنون أسرارهم. كوات منافق كان لويدة ترسين كوا سورتك لبوتو دابز يا رسول الله درباري منافق كان تسيان لنا وضليان شاردي توا لو كفر لو نفاقي كوا لضليان دايا اتر إيمان داران بنهين يكانيان بزانن كاتك وخواي قور باسي دكا. قل استهزئوا. الأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد كواتب ينبلي يا رسول الله استهزئوا وكو هرشوا وكو ترساندنك دي استهزاء بكن إن الله مخرج ما تحذرون أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين يا رسول الله بمنافق كان بلي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء بردوام بن بس أو حالتك لسريدان بويكوا استهزاء ذكن كقالت ذكن إن الله مظهر للمؤمنين بما ينزل من القرآن ما تخشون ظهوره بيقمان الله تعالى أويكوا أنقول ليدة ترسن لو حقتك لنا ودلت أنا أخوي يقول بدياري دي أخي. وكل تفسير رازي دلي إن قيل المنافق كافر يا باشا قال قلت الخو منافق بخوي كافرة فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم باش بخوي كافر إيماني فيني لو حذري هي لو كوا وحي دابز لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فالجواب أن في ذلك وجوها طلب لسان رويك أو شتا بيان ذكري يكم أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو منافقان أجتسي كافريشا بودين بيغمبر صلى الله عليه وسلم إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بما يضمرونه ويكتمونه بەڵام بەچای خۆیان دیتو بیان کەوا زۆر جاران پێیان صلی الله علیه و سلم شتیوایان پێ دەڵێتەوە کەوا ئەوان شاردیتیانەوە فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوب ئیتر تەجروبەیان هەیە دەزانن کەوا فعلا شتی شارەوە خوای گەورە لە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کەشفی دەکا. لا خاڵی دووەم أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى أخو سۆر دەزانن کەوا محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبرچی رازگوی لەلایەن الله تعالى وهاتیە إلا أنهم كفروا به حسدا وعنادا. بەڵام لەبەر چی نزان رازگوی کوفری پێ دەکەن لەبەر حەسوودی و عنادی خۆیان کوفری پێ دەکەن و ئیمان پێنان. لە خاڵێکیت کە یاخود لە جوابێشکە أنهم كانوا شاكين في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم کەواتە ئیمانیان هەبوو بەڵام شەک و گومانیان هەبوو لە رازگۆیی پێغەمبەرایەتیەکەی صلى الله عليه وسلم
وما كانوا قاطعون بفسادها كواتا أوان يقينيان نبو كواونية بلام إيماني تواوشيان بشك وقمانيان هبو والشاك خائف عادة كرس الشك وقمان بي ترسيشي فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه في أمرهم ما يفضحهم لو ترسيان هبو كوا شتيك درباري وان دابزي بوحي لان خواهي قول سبحانه وتعالى وكوا فضحيان بكا آشكرايان بكا لها جواب سارم هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء طلعوا حذر منافق كان باستهزاء بقالة زارية ودريان دبري حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء كاتك كذبين في أصلا مشتاق باز دكا ودفرمي أو وحي لنا أخوائي قوله وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم منافق كانج لبين أخوان ديانقو حاشاه صلى الله عليه وسلم أو الدلوية فأخبر الله رسوله بذلك إتر الله تعالى أو حقتي أواني وبيغمبري راقيان صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره وفرماني ببيغمبري صلى الله عليه وسلم كوا بيان رابقيني أو نهيني كأوان حزريان هي بديار بياخي خواهي قول بدياري دي أخي لا والله بيانزم دفرين معنى الحذر الأمر بالحذر بو معنى أشهاتيا أي ليحذر المنافقون ذلك كواتا يحذروا أي ليحذر المنافق حزريان هي المنافق كان كخواهي قول سبحانه وتعالى لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم حقتي أوان بديار دي أخي كواتا بو جوابان جواب دري التواب لا تفسير سعدي ضلي لسلو آته من أسر سريرة هالكسك كشتيشي نهيني لا يخوي بشارته خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدين الله تعالى بتابتشي نهيني يكبي كوا تيدا بيلان جيران بلدجي دين الله تعالى ويستهزئ بي وبآياتي ورسوله وهو مشتيش لا يخوي شارته كوا نتيجة استهزاء الله تعالى وبأتكان ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها هل كسيق نهيني شواب شارته كوا كفري تيدا بالتأكيد الله تعالى بدياري دي خيو خاونكي فضح دك ويعاقبه أشد العقوبة ولا نتيجة دا خواهي قول السزايد دا بتنترين سزا خوا بنامان دا لآتي دواتري دا فرم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب أقل ليش يان ببرسي لو هذا كان ديانجو إما نخوض ونلعب مجرد يعني لو خما كتن ناقصانو قال تذكين فايقول دفرمي قل بيان بلي أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آية استهزاب الله تعالى بآتكان وبيغمبر كيدكن صلى الله عليه وسلم لسبب نزولي أو آتا عبد الله كري عمر خواي يقول لخوي باي برازي بدلي جاء رجل قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما قال غزوة تبوك كسيك لما جسك دانش بوغتي ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ضل نبيني وكو قراء كان إما قراء لحديث كان في صلى الله عليه وسلم فمعناه حفاظ ده واتنبيني وكو حافظ قرآن كان إيما هبا كسانك لا أرغب بطونا كوا دائما حولي أوانا زجيان تيربكن ولا أكذب ألسنة وكسم لوان زيادة الندينية كوا أكذب ألسنة حاشاتي أوان كوا درو زيادة بكن ولا أجبن عند اللقاء لوان زورة النبينية كوا لكاتي لقاء روبونوا زبان ترسنوك بن فقال كواته دانشتينا زمي قراء كان دكان زمي حافظ قرآن كان دكان فقال رجل في المجلس بياوي قليو دانش من لمسكي كاتك أو كساوق سيكر قلتي كذبت دروتك أو قصانوانية ولكنك منافق برامتو منافق لو يقصان ذكي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنيش أو قصيتو دقين ببيغمر صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترقصي ببيغمر صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قرآن بيروز دابزي قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة
رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة كواتا بينم أو بياوي كأخصي ذكر خوي بو بتي قرتبو كوا وكو لغاوي واشتركي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم و بابلين خوي بيدا شور كردبو لبني بيشي بابلين بردكاني وين دري بپیەکانی دەکەوت و مەیلانی دەکرد و وەکو بڵێ خەریک دەبوو بەر ببووە ئەو جا دەیگۆ وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب دەپاراوە لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوا یا رسول الله ئەو قسانەمان کە دەکرد ڕاستە کردیتم بەڵام هەر وەکو گاتە کردیتم و مەجلیسمان پێ گەرم دەکرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديفرمو أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آية جمع بآياتكاني الله تعالى جمع الله تعالى وآياتكاني وبيغمبر كيدا كان صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال لي برسيار بكي صدلين أوان باش الأقصانة تانكرديا دانجو إما هي سناكين تنها نخوض أي نلهو بالحديث واتا مجرد نلهو بالحديث واتا هر خما خارج دكين بوقسانو وأصل الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه واتا أصل خوض لتيوهاتي كسيك بستناو أو لأو ببريتوا وتخاوضوا في الحديث والأمر أي تفاوضوا وتداخل كلامهم كاتبوا ما ناجده واتا كساني قسل قال يكتري دكنو قسل قال يكتري دجيرنوا ويستعمل الخوض في كل دخول فيه تلويث وأذى عادة خوض بهموت سوننا يقدر قتري كوا بابلين اشتي بيسو كاري ناروايت دابي وأكثر ما ورد الخوض في القرآن فيما يذم الشروع فيه تمشى هذا كل هذا جاش باسي خوض كرابي واتا خواي سبحانه وتعالى لو جانا باس كري كبماني خراب دي كوانا دبوا أقصان بكن وأصل خوض توسط شيء والدخول فيه واتا أصل خوض كشيء بستناو أو بتايبتيو بابلين بستناو راستكي إنما كنا نخوض ونلعب أي ولئن سألت المنافقين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل برسيانا لبك يا رسول الله عما قالوا في خلواتهم من الطعن في أصحابك ودينك لو كواكاتك وبتنهابني وأن لو أو خصانيان كردية لو كواتطعنية بأصحابه بدينكيتو لا يقولن لك لو كاتوان جوابي أنستبي إنما كنا ندخل في الباطل ونلعب بذلك الحديث وهرها قسي وكبلي قسي مجلسو قسي بيماناو قما ما ذكر وقالت ما ذكر ولم نقصد به الطعن في الإسلام والمسلمين هيد ما بس تشمان وانا والطعن للإسلام والمسلمان بدين خاي يقول دفن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين كاتبين بلا يا رسول الله بمنافق كان أبي الله سبحانه وآيات كتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كنتم تستخفون وتسخرون بالله تعالى وبآتكاني وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم سكاتي دكن وقالت دكن كيف تقدمون على إيقاع ذلك كو كاريتش وأنزام ددن وكل تفسير رازي دلت الآية على أن الاستهزاء بالدين كيفما كان كفر بالله كواتا أو آتا بلقيه قال تكردن بدين بهر شيء ويكبي كفر بخواي قوله وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف قال تكردن بلقي لسر بسوكاتي بيكردن والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بابلين أصل لإيمان أويكوا الله تعالى بقورب زاني بهمو إمكانيتي خود بوفري تعظيم بتعظيمي بزاني لكاتك ذاك أتو أصل وايا الله تعالى ودينك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم وبيغمبرك صلى الله عليه وسلم هم بعظيم بزاني لكاتك دالو لا كسيد دال والله استهزاء وقالت ذكم أودشت والجمع بينهما محال جمع بين أودشتي كوا أصل إيمان وبالتعظيم زانيني إخوة سبحانه وتعالى لولا كسيد قالتي بيبكى كوات لو حالتي أودشت قد لقل يكتري تيقنا كاتو لو كسيد قالت بدين بك بهر شوازك أو بي كافر دبي وكسيوطي دلي فيه دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر
کەواتە کەسێک چ بە جددی کەلیمەیەک کوفر بکە یان بەگاڵتە هەردووچیان وەکو یەکە حکمەکەیان وأن الاستهزاء بآيات الله كفر استهزاء بآيات كان خواهي قولة كفر لم حرر جدله لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كواتا يان أوي كقوتيان بجدي قوتيان يان بقالتا قوتيان وهو كيفما كان كفر تبا قالتا قوتبيان تبا جدي قوتبيان هر كفرة فإن الهزل بالكفر كفر كواتا قالتا كدن بكفرش قالتا بكي هر كفرة لا خلف فيه بين الأمة وتهموا أئمي أمتا كورانا لسروي كسا كفر بكات سبا قالتا سبا راستي هر كفرة لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله أصل الدين وكل رازيج دره أو كوال سر هندي بناكرة بعظيم زانيني الله تعالى بعظيم زانيني دينك وبيغمبركي والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل يترقال تكردن بهرشتك درباري الله تعالى درباري بيغمبركي صوت درباري كتابكي براستي أو مناقض له أشد المناقضة براستيك ناكاتو لقل إيمان كوا أصل والله تعالى آياتكاني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم بعظيم بزاني كوا تبراستي آقا داربين وكو أو دردي لنا وزوريق لنا ومسلمانا أو زباد زهل ياخذ بهر شويك باوة نكتا قوتن لسردين براستي كفرة آقا داربين تسبا قالتا بي تسبا راستي بي تسبا زدي بي حكمكي هر كفر خوافنا من دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون